السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان. هنتكلم عن كوميديان من كوميديانات زمان اسمه أحمد الحداد. هو ممثل كوميديان مصري مواليد محافظة المنوفية، وشقيق لأربع أولاد وثلاث بنات. اتخرج من مدرسة الفنون الزخرفية، واشتغل رسام بمصلحة الفلاح، وسكرتير لجنة توحيد الزي بوزارة الشؤون الاجتماعية. اتعرف على زميلته ماجدة حامد واتجوزها عام 1948. شاهدوا الإذاعي فهمي عمر بيقلد الفنانين وشخصية الصعيدي في إحدى الرحلات النيلية، فضموا البرنامج ساعة لقلبك اللي كان بيتقدم في الإذاعة المصرية، وشارك بكتابة حلقاتها، ثم برع في تقديم شخصية الصعيدي والست الرغاية، وأصبح فقرة دائمة في البرنامج. وقدم برنامج المسحرات في الإذاعة، والتي كان يكتبها حسين السيد، ومارس رياضة الملاكمة في النادي الأهلي، وحصل على بطولة وزن الريشة. وفي عام 1954 أشركته الفنانة شادية في فيلم من إنتاجها اسمه ليلة من عمري. ولما أثبت نجاحه أشركته بفيلمها التالي شاطئ الذكريات سنة 1955، وانطلق بأدوار مساعدة في العديد من الأفلام. وقد أشركه الإذاعي جلال معوض في برنامجه الشهير أضواء المدينة، حيث كان يقدم سكتشات فكاهية بين فقرات الحفل الغنائية التي كانت تجوب المحافظات. الفنان أحمد الحداد أعماله الفنية تجاوزت 50 عمل فني، منهم في عام 1954 قدم فيلم ليلة من عمري، وفي 1955 فيلم شاطئ الذكريات، وفيلم عاشق الروح. أما في عام 1956 فشارك في فيلم دليلة، وأيضا فيلم هارب من الحب. أما في عام 1958 فشارك في فيلم شارع الحب، وفيلم شاطئ الأسرار. وفي 1959 شارك في فيلم صراع في النيل. وفي 1961 كان في فيلم غرام الأسياد، وفيلم مفيش تفاهم. وله من الأعمال أيضا فناننا اسمه أحمد محمود محمد الحداد، واسم شهرته أحمد الحداد. تاريخ ميلاده كان 18 نوفمبر عام 1928، وتاريخ وفاته كان 17 يونيو عام 1992. توفي عن عمر 64 عام نتيجة فشل كلوي. كنا نتحدث عن الكوميديان الراحل أحمد الحداد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.